مرحبا جميعا، أهلا وسهلا فيكم بقناة هونغرين. اليوم بدنا نحضر كيك بالكركم. بلبنان بنسميها صفوف. اكتبولي بالتعليقات ببلدكم شو بتسموه. تابعوا الفيديو للآخر واعطوني رأيكم بالتعليقات. منسخن كوبين من الحليب السايل، منضيف فوقن كبايتين سكر ومنحركن لحتى يدوب السكر بشكل كتير منيح، ونطفي تحت النار. أما المكونات الجافة: كوبين من الطحين، كوبين من طحين الفرخة، ملعقتين صغار من بيكنج باودر، ملعقة كبيرة كركم. نخلط المكونات كتير منيح، ومن بعدها منضيف الحليب اللي حضرناه. نخلط المكونات بشكل كتير منيح. واخر مكون هو الزيت. رح نضيف كباية من الزيت النباتي ومنضل نحركهم بشكل كتير منيح، وهيك بتكون صارت جاهزة. ولا أسهل، جربوها وأكيد رح تحبوها. نخلطهم لنحصل على هذا القوام. ندهن الصينية بالزيت النباتي، وأكيد ما ننسى الأطراف. منرش طحين، ومن بعدها مننزل الخليط اللي حضرناه. أما آخر خطوة اختيارية، فينا نرش على وجهها سمسم تعطيها شكل وطعم مميز. وهيك صارت جاهزة لتدخل الفرن. ما بتاخد كتير وقت بالفرن، تقريبا 3/4 الساعة. ننطر عليها شوي قبل ما نقطعها. وهيك كانت النتيجة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. إذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك بالقناة ليوصلكم كل شي جديد.